شرطت لك مع أحد أبناء الشعب السعودي، الظاهر أنه قحطاني، أنت وأخوياك، ودنا تعطينا القصة والقصيدة. والله تقدرون. والله الحقيقة القصة حصلت بعد ما دخلت المملكة السعودية في وقت طويل، يعني تقريبا 8 سنوات أو ذا الحال. لكن المعروف ما ينتسى من راعي المعروف. فالقصة حصلت حول الرياض في ذي المناطق. في ذاك اليوم كنا أنا ومجموعة من الربع شغالين في منطقة تبع محافظة ثادق. في ثادق. الله اسمها رغبة. الله هنها ديرتهم ديرة القحاطين ولا لا؟ لا بس القحطاني معه عزبه فيها، معه عزبه. من؟ عبد الله. ونعم بهم جميعا. القحطاني معه عزبه فيها. وفي ذاك الليلة سيروا علينا ربع وعزاز وما من واجبهم عذر، والمعذب اللي هو معذبنا يروح ويجي، ولا راح أعطانا مصروفنا وقعد منا أسبوع أو أكثر وما يجينا وما عندنا صرافات ذاك اليوم. اللي هو السعودي اللي أنتم تشتغلون معه. الله لا، اللي معذبنا سوري، اللي هو ماخذ الشغل من سوري. راعي المؤسسة. وكان ماخذ من الجريسي، ماخذ من خالد الجريسي. الله في لا راح المعذب، قعدت الدراهم يلا تغطي الصرفة. في ذاك الليلة جونا ضيوف ورحبنا وهلينا ورحنا راعي البقالة، راعي المحطة، يعني نشوف أمورنا. والله ما عينا شيء، وفيه عزب قريبه. قلت الخوي، قلت له بنروح العزب على الأقل نلقى لنا رجال يعرف المواجيب ويعرف السلوم ويقدرنا. في ذاك اليوم ما عندنا صرافات ولا فيه من الربع قريب مننا ولا. يا رجال تحصل علينا احنا صرافات في مخابينا. اللي دائما جايبه مليان دراهم. نعم. اي تحصل. فرحنا لقينا عزبه وفيها رجال رحب بنا واعطيناه العلم. رجال عرفنا من قال انتم في بلادنا ولكم حق علينا وانتم ضيوفنا، انتم وضيفكم. قلنا لا بالله نبى عشاء ضيفنا والله يبيض وجهك وتيمل فينا لما يجي معذبنا. قال هالشبك قدامكم كانه من عشاء ضيفكم، خذوه الشبك قدامكم، وفيلا جاء معذبكم مريتوا عليه. قلنا الله يبيض وجهك. تيمنا له في وقتها. اللي ما جرب هذا المواقف ومر بهذا الظروف يشوف هينه وصغيره. لا والله انها شيء كبير في وقتها. فاخذنا عشانا وتعشينا وعينا من الله خير. وبعد فتره مريت عليه واعطيناه دراهمه ورحنا. انا رحت وراح رقمه وراح رقمي من عنده، ورحنا. انا رحت الشمال وهو راحت بنا الدنيا كلنا. فبعد فتره تذكرت الموقف ورديت فيه قصيده ثناء ورد معروف على لأن يقولون راعي الأول ما يلتحق صدق. فأنا سويت قصيدة من باب رد المعروف، رد ثناء في الرجال وفي قبيلته. وترى هذا هو اسمه عايض بن مهدي القحطاني من العاطف من الجهاد. فهذا ما هو غريب في بلاد الحرمين الشريفين، بلاد أخو نوره. فهذا الشعب معروف عنه الكرم والطيب والفزعة. فهذا ما يستغرب ولا هي غريب على قبيلة قحطان. ما عليكم زود. والطيبين ونعم في كل قبيلة. ونعم بكل قبائل قحطان بالذات. فأنا رديت القصيدة أقول فيها لولا الظروف العصيبة ما تغربنا. يا سلام. لولا الظروف العصيبة ما تغربنا ولا صبرنا على بعد المحبين ولا مع القوم شرقنا وغربنا يوم الدلي في منامه غامض العين أغراب نطرد ورا الدنيا وتطردنا واللي مقدر من المعبود ياتيني وما كسبنا دراهم ما رقد معنا نحفظ به الوجه ولا نقضي الدين. يوم المقادير شلتنا وجابتنا من الجريبات لا دار القحاطيني عليهم النعم يذكر والثناء يستاهلون يستاهلون عز الله يستاهلون بالله يعني من أولها. الله يسعدك. الله يقول لو الظروف العصيبة ما تغربنا ولا صبرنا على بعد المحبين ولا مع القوم شرقنا وغربنا يوم الدلي في منامه غامض العين أغراب نطرد ورا الدنيا وتطردنا واللي مقدر من المعبود ياتيني وما كسبنا دراهم ما رقد
معنا نحفظ به الوجه ولا نقضي الدين يوم المقادير شلتنا وجابتنا من الجريبات لا دار القى حاطيني عليهم النعم يذكر والثناء يثنى للضيف والخيف يوم العسر والليني مروين حد بالجناب ساعة الطعنة أفعالهم بالدلائل والبراهين أمجادهم وقحطان ما هي غايبها عنا من قبل يبعث رسول الله بالدين والسلف والعرف والعادات تجمعنا والدم يشهد علينا في الشرايين والعاطفي عايضة تجمل وجملنا في واجب الضيف يوم الوقت حاديني طيب المقابل وطيب الروس والمجنى فأولاد عاطف مضدين المعاديني يستاهلون فأولاد عاطف مضدين المعاديني وإحنا البلاجيك نعرفها وتعرفنا والهجن والخيل وغبار المياديني كانت يمنا بلاد الخير واليمنى واليوم يا دار وين انت وانا ويني وسلامتكم. سلمت الله يبيض وجهك.